اكيد طبعا انت خدت بالك من الفيديو الصغير اللي في الشاشة دي. الفيديو ده انا هشغله دلوقتي، بس قبل ما اشغله عايز اقول لك ان الفيديو اللي هيشتغل دلوقتي فيه كلام خطير خالص خالص. موجود لا في مكان، لأن المكان ده حيز والله مش جسم عشان يحل في مكان. لو أنا قلت ربنا في السماء ده اسمه حلول واتحاد. حلول واتحاد دي من أحد أكبر بدع العقيدة، إن ربنا حل في السماء. طب وأين الله كان قبل أن يخلق السماء؟ والسماء بناء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فربنا كان بره السماء بعدين دخل في السماء بعد ما خلقها؟ حاشاه. الله ليس جسما حتى يحل في الأشياء فتبقى السماء بتحيط بالله. إنما الذي في السماء هو سلطانه وملكه وأمره كما يقول أهل التفسير. يعني ربنا لو في السماء، أدي السماء وربنا جوه السماء. طب يعني هل ربنا في شيء بيحيط به وهو قال ولا يحيطون به علما؟ فلو ربنا في مكان يبقى في مكان حوى ربنا، فربنا في المكان والمكان عامل له كده. مش يقولوا أمنتم من في السماء، ربنا فين يا ولا؟ يقول له في السماء. طب وقبل ما كان يخلق السماء كان فين؟ هو ربنا بيتحول؟ يعني كان ساكن في حتة لما خلق السماء عزت ونقل؟ غباوة ما فيش بعدها غباوة، يعني حاجات غبية ما فيش بعدها غباوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. خلينا يا جماعة نرد على القول علشان الناس ما تفكرش حرب بيني وبين مصطفى حسني أو بين يسري جبر، لأن القول أهم مني ومنه من أي حد، لأن القول ده دين، والمسألة اللي هما بيتكلموا فيها دي تهم كل مسلم على وجه الأرض مهما كان حضرتك متعلم أو مش متعلم، قريب من ربنا أو بعيد عنه. أي إنسان مسلم هيموت وهيتسأل أول سؤال في القبر: من ربك؟ فلو ما كنتش تعرف من ربك مش هتعرف تجاوب على السؤال ده أصلا. الآلة اللي بيتكلموا فيها دي من أهم وأخطر مسائل العقيدة. اوعى تفكر الكلام فيها ضياع للوقت أو مجهود مبذول على الفاضي أو إن الموضوع مش مهم، بل ده من أهم المهمات وأوجب الواجبات في الدين، إن أنت تتعرف على الله عز وجل، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. لكن لما يجي حد يبقى عايز يفسد اعتقادي بالطريقة دي وبالكلام المسموم ده وبالفهم المشؤوم ده، يبقى لازم نتكلم في القضية من البداية للنهاية، والناس لازم تفهمها وتعرفها كويس. وعلشان نتكلم في قضية لازم نحلل ألفاظها علشان نعرف معانيها. بصوا يا جماعة، مسائل الفقه مسائل يسوغ فيها الخلاف، وفيها خلاف سائغ وفيها خلاف غير سائغ. عشان كده عندنا الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم كتير من الأئمة والمذاهب الفقهية. كلام لا حرج فيه ومحدش يقدر ينكر فيه الخلاف. لكن مسائل العقيدة ما فيهاش خلاف أبدا في الأصول، والحق فيها واحد لا يتعدد، يا صح يا غلط، يا حق يا باطل. ما ينفعش اجي اقول لك قل هو الله احد تيجي تقول لي والله دي مساله خلافيه بين العلماء، عشان بس ما حدش يطلع يميع الكلام ويقول لك اصل ده وجه من الكلام وده وجه من الكلام. لا يا حبيبي، كل العقيده والاعتقاد ما فيهاش غير حق وباطل وصح وغلط. وانا النهارده مش هاجي اقول لك راي فلان ولا راي علان، انا هنقل لك القران والسنه واقوال الصحابه، وانت والله العظيم بعد الفيديو ده الموضوع ده هينتهي عندك تماما ومش هتسال عنه حد تاني بفضل الله. بس خلينا الاول نسال سؤال بديهي جدا يا جماعه: هو العلو ده صفة مدح ولا صفة ذم؟ سواء كان علو الذات أو علو الصفات أو علو المكانة أو علو القهر والغلبة، صفة مدح ولا صفة ذم؟ أي إنسان عاقل هنا هيقول يا جماعة صفة العلو دي صفة مدح لأي حد، فالله رب العالمين أولى بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل: جدنا كل شيء أسفل مذموما. علشان كده ربنا قال لنا في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. وقال تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل النار تحت 7 أراضين وجعل الجنة فوق 7 سماوات. علشان كده الجنة درجات وعلشان كده النار دركات. أما عقيدة أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء مستو على عرشه فهي عقيدة فطرية دلت عليها كل الأدلة. ما كانش الموضوع محتاج لا أخذ ولا رد ولا جدال. علشان كده الصحابة رضي الله عنهم عمرهم ما اختلفوا في المسائل دي. ليه؟ لأن المسألة دي كانت عندهم بديهيات. إن الموضوع عندهم كان أبسط من كده بكتير. ربنا يقول: الرحمن على العرش استوى، الموضوع عندهم انتهى. ربنا يقول: أأمنتم من في السماء، الموضوع عندهم انتهى. تعالى
معايا بقى بسرعة نبص على الأدلة من القرآن والسنة اللي أثبتت أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء. وهنا في الأول لازم أفهمك نقطة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى دلنا على نفسه وعلى علوه وعلى خلقه وعلى استواءه وعلى عرشه، وأن الكلام ده كله فوق السماوات بأدلة كتير. مرة بأن ربنا يثبت لنا نزول الأشياء من عنده، ومرة بأن ربنا بيثبت لنا صعود الأشياء إليه، ومرة أن ربنا بيثبت لنا نزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. تعالى كده نقرأ الآيات، لأن أنت هتحزن لما تعرف أن فرعون كان أفقه من بعض الناس المسلمين اللي عايشين دلوقتي. يا جماعة أول آية عايز أبدأ بيها وأقولها لكم. فرعون لما سيدنا موسى راح له قال لهامان إيه؟ قال يا هامان ابني لي صرحا، أنا عايزك تعمل لي برج عالي قوي وكبير قوي، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. لما كان عايز يشوف ربنا أمر هامان الوزير بتاعه قال أنا عايزك تبني لي برج كبير قوي وعالي قوي، أنا عايز أطلع أشوف إله موسى بنفسي. ففرعون نفسه كان عنده إيمان إن لو في إله فعلا فلازم يكون فوق السماوات أو في السماء. بلاش فرعون يا سيدي، حتى يأجوج ومأجوج اللي هيخرجوا في آخر الزمان لما يقتلوا أهل الأرض هيقولوا إيه؟ يقولون قتلنا أهل الأرض فلنقتل من في السماء، يظنون أنهم يقاتلون رب العالمين سبحانه وتعالى. أما عن الآيات فحدث ولا حرج. قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه. وهنا هسألك سؤال جميل قوي، اسأل أي حد من الناس دي، أي حد منهم، أي حد بيقول إن ربنا مش في السماء، يعني مش مستوي على العرش فوق السماوات، اسأله هو سيدنا عيسى فين؟ هيقول لك في السماء، مش هيقدر يقول حاجة غير كده. الملائكة فين؟ هيقولوا لك في السماء. سيدنا عيسى فين؟ هيقول لك في السماء. طيب قال الله عز وجل عن عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والآية الثانية بتقول إيه؟ بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الراجل ده قوم سيدنا عيسى كانوا بيؤمنوا أن الله عز وجل في السماء. لما طلبوا المائدة قالوا إيه؟ قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طيب أقول لك على أكتر من كده. تعرف النصارى رغم ان هم بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة وهذا كفر، ما تيجي تسألهم اين الله يقول لك في السماء. بيقولوا ايه بقى؟ ابانا الذي في السماء. حتى النصارى لما بييجوا يدعوا ربنا بيقولوا ان ربنا في السماء. طالع بعض المسلمين يقول لك لا مش في السماء ولا حاجة، ولا الرحمن على العرش استوى، ولا ربنا فوق 7 سماوات. النصارى يا مؤمن يقولوا ابانا الذي في السماء. ابانا هنا بمعنى الهنا الذي في السماء، وانت النهارده طالع تقول لي لا مش في السماء، مش فوق 7 سماوات. اما اين الله؟ يجي يقول لك ما اعرفش، ربنا في كل مكان. طب اسمع بقى الأدلة عشان يطمن قلبك أكتر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى نزل به الروح الأمين، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. أنت عند السجود بتقول سبحان ربي الأعلى. قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. طيب أأمنتم من في السماء، الموضوع اللي عامل مشكلة يقول لك من في السماء يعني جوه السماء. الكلام ده لا يصح لغة عربية ولا يصح شرعا ولا يصح عرفا. ليه؟ لأنه فاكر إن كلمة من في إنه جوه السماء. يا جماعة كلمة في بتأتي في اللغة العربية بمعنى على. طيب إيه الدليل؟ ربنا بيقول قل سيروا في الأرض، يعني يا رب نمشي جوه الأرض. ما فيش عاقل يقول الكلام ده، يعني سيروا على الأرض. فرعون لما أراد أن يصلب السحرة قال لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني كان هيفتح جذع النخلة ويصلبهم جوه جذع النخلة، طبعا محال. في جذوع النخل في هنا بمعنى على جذوع النخل. يا جماعة الكلام واضح ومفهوم، بس أنا هقول لك حديث والله ما حد فيهم هيقدر يرد على حديث واحد من الأحاديث اللي هقولها لك دي، وأنا أتحدى أي حد فيهم يرد على الكلام ده. البخاري قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما حكم سيدنا سعد بن معاذ في يهود بني قريظة أن هم يقتلوا قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. في حديث الجارية الحديث الصحيح قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. سيدة زينب رضي الله عنها كانت بتتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بتقول لهم زوجكن أهاليكن
أما أنا فقد زوجني ربي من فوق 7 سماوات. ابن عمران بن حسين بيحكي لما النبي قابل أبوه وكان مشرك فقال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض و1 في السماء، وهو مشرك. فقال صلى الله عليه وسلم وأيهما تعده لرغباتك ورهباتك؟ قال الذي في السماء، وهو مشرك. يا جماعة في كلام أوضح من ده؟ أنت محتاج تسمع أكتر من كده؟ هقول لك على أكتر من كده. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى لكان الذي في السماء ضاغطا عليها حتى يرضى عنها. الحديث في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الشاهد فيصعدون الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والإمام أحمد بسند صحيح في حديث خروج روح المؤمن قول الملائكة اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى آخر الحديث، حتى قال حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وكلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو إلا قليل، فلما سئل قال ذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. بفضل الله ما فيش مسلم على وجه الأرض إلا عارف وبيؤمن بحديث وحادثة الإسراء والمعراج. الحديث في البخاري يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاوز السماوات ال7 سماء فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه، ينزل من عند ربه إلى موسى فيسأله كم فرض الله عليه فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه حتى صارت 5 صلوات. ينزل من عند الله عز وجل إلى عند موسى ويصعد من عند موسى إلى عند الله عز وجل. في أوضح من كده إيه يا جماعة؟ هقول لك على أوضح من كده. صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. اسمع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما سفرا خائبتين. لما النبي كان في خطبة الوداع وخطب الصحابة الخطبة العظيمة دي رفع يديه إلى السماء قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يا سيدي كل دي أحاديث وآيات مش محتاجة أي كلام أبدا علشان نجادل فيها أو نتكلم فيها بأي كلام يا جماعة. طيب أقول لك على حاجة أبسط من كده، تعالوا بقى نرجع للصحابة نشوفهم فهموا الكلام إزاي. لا فهمك أهو ولا فهمي ولا أنت ولا أنا، إحنا نرجع لأفهم الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم. تعالى كده نبص في البخاري أبو بكر رضي الله عنه فهم الكلام ده إزاي. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماوات حي لا يموت. قال عمر رضي الله عنه ويل لديان الأرض من ديان السماوات. ابن مسعود اللي بيقول لك مفيش آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، بيقول ما بين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله عز وجل فوق العرش هو يعلم ما أنتم عليه. شفت الصحابة بيفهموا الكلام ده ازاي؟ قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله فإن بين السماوات ال7 إلى الكرسي 7000 نور وهو فوق ذلك. جه بعدهم السلف التابعين وأتباع التابعين قالوا نفس الكلام ما اختلفوش عنه ولا قالوا أي حاجة غير كلام الصحابة وكلام القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان التميمي رحمه الله لو سئلت أين الله لقلت في السماء وعلمه في كل مكان. ده فين؟ الكلام ده في البخاري. وقال عبد الله بن المبارك
نعرف بأن الله عز وجل فوق 7 سماوات مستو على عرشه. الكلام ده فين؟ برضه في البخاري. أبو حنيفة لما سألته امرأة أين إلهك الذي تعبده؟ فقال إن الله في السماء دون الأرض وكتب بذلك كتابا. طيع لما سأل أبي حنيفة ما رأيك في الرجل يقول لا أعلم أين الله أفي الأرض أم في السماوات؟ قال لقد كفر هذا، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، عرشه فوق 7 سماوات. أما الإمام مالك فقال إن الله فوق السماوات على عرشه وعلمه في كل مكان. لما سأل الإمام مالك أين الله؟ قال في السماء وعلمه في كل مكان. الكلام ده في كتاب التمهيد لابن عبد البر. قال أبي عمر الطلمنكي المتوفى سنة 429 أجمع المسلمون من أهل السنة أن الله عز وجل استوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وقال كعب الأحبار قال الله عز وجل في التوراة، اسمع كمان في التوراة، إن الله فوق عبادي وعرشي فوق خلقي وأنا على العرش أدبر أمر عبادي لا يخفى علي شيء في السماوات ولا في الأرض. الكلام ده رواه الإمام الذهبي في كتاب العلو. قال الإمام عثمان بن سعد الدارمي إن الأمة كلها والأمم السابقة كلها لم يكونوا يشكون أن الله عز وجل فوق السماء بائنا من خلقه إلا هذه العصابة الزائغة عن الحق. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء أن الله عز وجل مستو على عرشه الذي هو فوق السماوات. انتهى. ده كلام مين؟ كلام أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة. ما ينفعش بقى تيجي بعد الكلام ده تقول لي بس أنت مش فاهم، ده اللي في السماء ده ملكه مش ربنا بذاته. يا جماعه ده كلام المجنون ما يقولهوش. يعني لو اتصلت عليك بقول لك فين ابوك تقول لي في البيت، اقول لك يعني هو في البيت بذاته؟ اقول لك مين اللي كتب الجواب ده تقول لي انا، اقول لك يعني انت بذاتك؟ طبعا لا، ما فيش انسان عاقل يقول كده. ليه؟ لان المعاني شقائق الالفاظ، وربنا سبحانه وتعالى تكلم بلغة عربية يفهمها كل عربي وكل مسلم. وانت عايز كلمة بذاته دي بقى، طب هقول لك على حاجة. لو جه واحد ملحد قال لك اثبت لي من القرآن ان ربنا موجود بذاته، هات لي كلمة بذاته دي، هتقدر تثبتها له؟ مستحيل، مش موجودة في القرآن. طب هتسيب الملحد وتاخد بعضك وتهرب؟ برضه مستحيل. لازم تفهموا ان المعاني شقائق الالفاظ. اما كلمة كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان، الكلام ده يا جماعة للأسف في كتاب الكافي الشيعي، مش من كلام أهل السنة أصلا. سند الكلام ده لا يثبت لأحد أبدا من أهل السنة. ده كلام المعتزلة والشيعة، مش كلام أهل السنة أبدا. كان الله ولا شيء قبله، ده كلام صحيح، ده النص الأولاني من حديث. لكن زيادة وهو على ما كان عليه كان كلام مغلوط ولا يجوز. ليه؟ لأن بكل بساطة ده كلام أهل وحدة الوجود، مش كلام أهل السنة أبدا. لأن الكلام ده معناه إن ربنا لم يستوي على العرش، فده تكذيب لصريح القرآن وصحيح السنة. فنسيب كل ده ونسمع كلامك أنت، نسيب كل دول ونجري ورا حضرتك ونصدقك بلا دليل. تقرا اكتر الكلام ده وتتاكد منه، روح افتح الفتاوى لابن تيميه، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، والإبانة الكبرى لابن بطة، والسفارينية للإمام السفاريني، والطحاوية للإمام الطحاوي، العلو للإمام الذهبي، والسنة للبربهاري، والشريعة للأجري، وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، فتح الباري، وصحيح مسلم، وغيرهم الكتير من كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. مع الكلام ده عقيدة أنت لازم تعتقده، لأنك هتقابل ربنا وتسأل عنه. أول سؤال في قبرك من ربك؟ ما جبتش حاجة من عندي، أنا قلت لك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف الصالح. ما نطقتش بكلمة واحدة من عندي أنا كل كلمة نقلت عليها بدل الدليل 10 و20 و100. إنما الكلام اللي بيقولوه ده لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، إن صفات ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، قال الله قال رسوله. ما ينفعش تدخل المجاز في صفات رب العالمين أبدا. ما ينفعش بعد القرآن والسنة وكلام الصحابة والسلف الصالح والأئمة الأربعة من أيام النبي إلى يومنا هذا تيجي حضرتك بقى تقول كل الناس دي كانت غلط، كل الكلام ده كان كلام غلط، وتيجي تخالف القرآن والسنة وعايزنا نسكت على الكلام ده، وتيجي تخالف القرآن والسنة وعايز المسلمين يعتقدوا العقيدة اللي انت بتقولها الفاسدة دي. ابن سيرين بيقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أظن المسألة وضحت واتضحت، وسامحوني لو طولت عليكم، لكن الكلام ده يا جماعة مهم لكل إنسان، كل إنسان عام أو متعلم أو طالب علم أو ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير، لأن دي عقيدة هنلقى بها الله عز وجل، والعقيدة دي ما فيهاش خلاف، هي يا حق يا باطل،
فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. يا ريت تبقى سبب إن الكلام ده يوصل لغيرك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.